عزيزي المستمع، مرحبا بك في فيديو جديد من سلسلة تاريخ الحياة. وموضوع اليوم غيكون بعنوان القرود والقردة العليا. إذا خليك معايا منتبه ويلا باش ندخلوا في الموضوع. بداية كيقسموا العلماء ديال الطبيعة الثدييات إلى عدد من الرتب. في أعلى مرتبة كنلقاو الليمور، القرود، القردة العليا، ثم الإنسان. والأصل اللي اعتمدوا عليه في هذا التصنيف هو كاين أوجه تطابق بيناتها في موضوع التشريح وماشي الصفات العقلية. ومن بين أصعب الأمور الخاصة بتاريخ الثدييات العليا في السجل الصخري الجيولوجي هو أنها غالبا كتستوطن الغابات بحال حيوان الليمور، ولا القردة مثل البابون اللي كتقطن في الأماكن الصخرية. وبالتالي من النادر جدا يغرق شي واحد من هذه الأنواع وتغطيه الرواسب اللي كتكون السجلات الصخرية. وهذا الأمر غيخليها نادرة الوجود بين الحفريات بحال الأسلاف، الجمال والأحصنة وغيرها من أنواع الحيوانات الأخرى. ولكن اللي ثابت عند علماء البيولوجيا أنه في زمن مبكر من الكينوزوي، أي حوالي 40 مليون سنة، ظهرت قردة بدائية ومخلوقات كتشبه الليمور الأول، كانت أصغر مخا وأقل تخصصا من التي جاءت من بعد. وقربت نهاية الصيف العالمي العظيم اللي يشمل الزمن الكينوزوي الأوسط، وكان المصير ديالو بحال الصيف العظيم مستنقعات الفحم، والصيف العظيم لعصر الزواحف. وللمرة الثانية دارت الأرض الدورة ديالها واتجهت صوب عصر الجليد، بحيث أنه برد المناخ ديال العالم ثم اعتدل مدة محددة وعود برد مرة ثانية. كانت في ذاك الوقت من الزمن الدافئ أفراس البحر كتنشط بين النباتات المدارية، وأيضا الببر أو النمر الضخم المعروف بالببر المسيف اللي عنده ناب مثل السيف كيصيد الفرائس ديالو في المنطقة اللي كينشطو فيها الصحفي اليوم في شارع فليت بلندن، وهي المعروفة بحي الصحافة بالعاصمة البريطانية. وجاء عصر من أشد العصور بردا وزمهريرا اللي تغربلت فيه كثير من الأنواع وأبيدت فيه مخلوقات كثيرة. وبان في هذا المشهد من الأحداث خرتيت مصوف. والخرتيت هو وحيد القرن الأول، وهو مخلوق يتكيف مع المناخ البارد. كما ظهر أيضا الماموت، وهو من صنف الفيلة، عنده صوف كثيف. وأيضا بان الطور المسكي وغزال الرنة. وبدا وشاح الجليد القطبي وشبح الموت الثلجي في العصر الجليدي كيزحف نحو الجنوب قرنا بعد قرن، وامتد من إنجلترا حتى وصل لمنطقة التايمز، ووصل في أمريكا حتى النهر أوهايو. ثم جاءت فترات وآماد أكثر دفئا لبضعة آلاف من السنين غتعقبها انتكاسات نحو البرد المرير والقاسي. وكيطلقوا الجيولوجيين على هذه الأدوار الشتوية اسم العصر الجليدي الأول، العصر الجليدي الثاني، العصر الجليدي الثالث، ثم الرابع. وكيطلقوا على العصور اللي تخللتها بين قوسين عصور بين جليدية. وحنا اليوم مازال كنعيشوا في عالم مازال كيصرخ وكيتوجع من آثار الجذب والجراح اللي خلاها داك الشتاء الرهيب. العصر الجليدي الأول كان في هذا الكوكب منذ حوالي 600 ألف سنة تقريبا. والمفاجأة هو أنه في هذا الشتاء الطويل والثلوج الكثيفة عاشت على هذا الكوكب ديالنا أول مخلوقات شبيهة بالإنسان. ومنين جا الزمن الكينوزوي الأوسط ظهرت قردة عليا متعددة لها خواص شبيهة بالإنسان في عظمة الساق وعظمة الفك. ولكن الغريب في الأمر هو أنه ما كايناش حتى شي آثار لمخلوقات نقدروا نقولوا أنها إنسانية على وجه العموم إلا منين قربنا من هذه الأعصر الجليدية. وعلماء الأركيولوجيا الأوروبيين لقاو رواسب كترجع لفترة بين نصف المليون والمليون سنة، فيها أدوات وأحجار واضح أنها نحتت عن قصد بيد مخلوق عنده مهارة يدوية بغى يستعملها إما في القتال أو التقطيع أو الخدش أو الطرق. هذه الأشياء سمت بالأدوات الحجرية الأولى ليويتس. وما كاينش في أوروبا حتى شي عظام ولا بقايا لذاك المخلوق اللي صنع داك الأشياء، ولكن اللي كاين هو الأدوات نفسها فقط. وكيقول الكاتب جورج هربرت ويلز: ومهما يكون الحجم ديال الشك ولا اليقين اللي كان مشوش علينا، ولكن لعله اللي يصنع هذه الأشياء ما يكون إلا قرد ذكي في صفة غير إنسانية. وبالصدفة
أحد العلماء في ترينيل بجزيرة جافا لقى قطعة جمجمة وأسنان وعظام مختلفة لنوع من الإنسان القردي، عنده وعاء مخي البغيكاز أكبر من وعاء أي قرد متطور كيعيش اليوم، ويمكن أنه كان كيتمشى منتصب القامة وكيتسمى بالإنسان القردي المنتصب القامة. هذا القدر الضئيل من العظام ديالو هي كل ما عثر عليه اليوم، واللي كيعطي تصور حول صناع الأدوات الحجرية الأولى في منطقة هايدلبرغ بألمانيا. بانت في واحد الصخرة رملية عظمة شبه فك إنسانية، وهي عظمة قبيحة الصورة وأثقل من أي عظمة فك إنسانية، ولكن مضيقة شوية في الحجم. وكيرجحوا الباحثين أن صاحب هذا الفك ما كانش كيقدر يحرك اللسان ديالو بالنطق لأن الفك ديالو مضيق، وكيقولوا أنه ربما كان مخلوق وحش ضخم بحال الإنسان تقريبا، وربما كان الجسم ديالو مكسوب بالشعر الكثيف، وهو المعروف حاليا باسم إنسان هايدلبرغ، وسمي باسم هايدلبرغ نسبة إلى جامعة هايدلبرغ الألمانية اللي وجدت الأحافير ديالو في نفس المنطقة، وكذلك توجدت في إيطاليا واليونان وفرنسا. هذا المخلوق كانوا العلماء كيتصوروا الحياة ديالو في البرية، وهو إما كيتجنب النمر المسيف ولا كيترقب الكركدان الصوفي باش يصيدو، ونفس الصورة اللي كنا كنشوفوها في الرسوم المتحركة القديمة حول موضوع الإنسان الأول. مسألة أخرى وهي أن العلماء الباحثين لقوا حفريات ولقاء أثرية أخرى أكثر غموضا في منطقة بيلت داون بمقاطعة ساسكس في الجنوب الشرقي من بريطانيا، في طبقة كيتقدر العمر ديالها حوالي 100,000 أو 150,000 سنة، وكيرجحوا أن هذه البقايا بالذات هي أقدم زمنيا من عظمة فك هايدلبرغ. هذه البقايا هي جزء من جمجمة غليظة شبه إنسانية وكبيرة الحجم من أي جمجمة ديال القردة العليا الموجودة حاليا، ومعها واحد العظمة ديال الفك كتشبه الشمبانزي، إلى جانب قطعة من عظم فيل على شكل مضرب، وكاينة أيضا عظمة فخذ ديال الغزال البري فيها خدوش بحال خدوش ديال مسطرة الحساب أو المسطرة اللي كنستعملها في الحساب. دابا عزيزي المستمع، وحنا كنتخيلوا هذا المشهد كامل، خصنا نطرحوا واحد السؤال هو مهم وجوهري، وهو أنه اش من نوع ديال المخلوقات ولا الوحوش هذا اللي كان كيجلس بجانب الحيوانات وكيتقبل العظام ديالها ولا كيصنع منها أدوات؟ هذا سؤال مهم. هذا المخلوق سموه رجال العلم إنسان الفجر أو ليوتروبوس، وهو مختلف على إنسان هايدلبرغ ولا أي قرد من القردة العليا الموجودة اليوم. ومن مراء هذه المدة بقليل غيلقاو علماء الأركيولوجيا رواسب وحصباء، والحصباء هي الحصى الدقيق، غيلقاو في هذه الحصباء أدوات من قبيل المكاشط والمخاريز والسكاكين والنبال وأحجار القذف إلى آخره من الأدوات الحجرية. اللي بدينا كنستنتجو عزيزي المستمع من هذه المعلومات كاملة هو أننا بدينا كنقربوا بزاف من الفترة ديال ظهور الإنسان، وغادي نوصفوا في الفصل الجاي أعجب الأنواع اللي كتحيل على قرب فترة ظهور الإنسان. وكيقول الكاتب: ولعله من الخير أننا نذكروا هنا بكل وضوح أنه ما كاينش بين رجال العلم اللي كيشوف ولا اللي كينسب إنسان هايدلبرغ ولا إنسان الفجر للإنسان الحالي، ولا كيجعلوا من الأسلاف الأوائل، ولكن فقط كيبقاو نموذجين كيعطيو صورة تقريبية للإنسان المعاصر. وهنا كنكون ساليت الفيديو بكل حمولته المعرفية، وطبعا السلسلة مازال مستمرة والرحلة مازال ممتعة. شكرا على حسن الإنصات والمتابعة، وتحياتي لكم.